يقول نصيحة لمستخدمي الانترنت. الانترنت والجوال، الايفون والايباد والأجهزة هذه، البلاك بيري والتويتر والفيسبوك، هذه من أعظم الفتن على الإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فتنة اسمها الدهماء في آخر الزمان، والعلماء ما يدرون عنها. قال ثم تظهر فيهم الدهماء. قالوا وما الدهماء؟ قال فتنة لا تدع وجها إلا لطمته ولا بيتا إلا دخلته. كان العلماء يقولون عند الحديث هذا الله أعلم بمراد رسوله. الآن العلماء يقولون هذه فتنة الدهماء، دخلت كل بيت ولطمت كل وجه، وهي سلاح ذو حدين، ممكن تستخدم في الخير وممكن تستخدم في الشر. ولكن للأسف الشديد فإن جميع شعوب الأرض تستخدمها في الخير، ونحن نستخدم أكثرها في الشر. افتش جوالات كثير من الناس تجدها مقاطع خبيثة، وتجدها رسائل غرامية خبيثة، وتجده يدخل في المواقع المنحرفة والمحرمة، وتجد البنت كذلك تدخل، حتى وقعت الفتن وحصل الخلل الاجتماعي والانحراف الأخلاقي، وذهب الحياء، بل انعدم عند كثير من النساء. المرأة ما كانت تكلم رجال، ذا الحين لا، تكلم الرجال عادي، وتقول كذا أنا على علاقة بشاب. إيش معنى علاقة بشاب؟ يعني على زنا، وركبت مع شاب. إيش معنى تركبين مع شاب؟ إيش بيسوي بك الشاب؟ يوديك تاخذين عمره؟ أين الإيمان؟ أين الحياة؟ لا إله إلا الله. لقد اخترقت أعراضنا وأخلاقنا بسبب هذه الوسائل. ألا فليتق الله كل إنسان، وليعلم أن الله يراه وهو في الليل في غرفته على الانترنت يدور المواقع الخبيثة علشان يراها. ما أحد يراك لكن الله يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيط.